بعد اذنك دقيقة واحدة. اتفضل. في فزورة بس ممكن تحلها معنا. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ السؤال تاني معلش. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ حلها سهل على فكرة. لا معرفش. فكر بس كده. لا معرفش. ماشي. لو سمحت هاخد من وقتك دقيقة واحدة بس. اتفضل. عندنا فزورة كده عايزين الحل بتاعها. أمرني. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ من الأيتام؟ انه هينجح ولا ايه؟ بصراحة معرفهاش. صلاة النبي احسن. يا عم فكر بس. هو ليه أب وأم اللي هو الشجر اللقاح أكيد والكلام ده. أكيد كل حاجة لها أب وأم. أيوه. هو بيعتبر من الأيتام ليه بقى؟ بصراحة أول مرة أسمع الفزورة دي. يعني ما أنتش عارف؟ لا. لو سمحت ممكن آخد بس من وقت حضرتك دقيقة واحدة بس. اتفضل يا باشا. معانا فزورة عايزين الحل بتاعها. اتفضل. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ مش عارف صراحة. فكر بس كده. مش عارف. يا عم أنت لحقت تفكر؟ طلع إيدك من جيبك كده بس. نبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي. وأنت هتعرف الحل على طول. معرفش برضه. طب دخل إيدك تاني بقى. شكرا. السلام عليكم. لو سمحت بس هاخد من وقت حضرتك دقيقة واحدة بس. اتفضل يا في فزورة معانا وعايزين الحل بتاعها. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ اليتيم ملوش اب وام، ملهمش اب وام. لا احنا عايزين نعرف هو ملوش أب وأم. هو بيزرع شتلة، ما فيش. ليه؟ هو بيزرع بتبقى شتلة. حد ملوش اب بس مش هو ده الحل. مش عارف. طب فكر كده يمكن تيجي. مش عارف. ماشي شكرا. يعني دلوقتي مفيش حد عارف حل الفزورة ديت خالص. يا ساتر يا ساتر. انت بقى عارف حل الفزورة؟ ايوه طبعا عارف. امال انت انا فت. طيب اما نشوف. هسألك السؤال تاني قدام الناس اهو. لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ لأنه مقطوع من شجرة. بوم. اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ برافو. شاطر. عاش. صح.